الضمير بتاعت النفس. انا مش عارفه بصراحه اقول ايه، يعني فعلا مش قادره اتكلم، لساني عاجز عن الكلام. بقى ينفع نروح نطلب فطيره بسكر، اجي افتحها هنا الاقي الفطيره من غير سكر، من غير سكر ومن غير عسل ومن غير اي حاجه خالص، على الله حكايتها. فطيره ساده، على الله حكايتها. وطبعا بردت لان هي من امبارح في التلاجة وانا متعشمه بقى فيها سكر، يا دوبك اسخنها بحته زبده وخلاص. والاقي لكم الفطيره كده. فمحمد قال لي دوقيها يمكن شربت السكر من التلاجة. دقتها لقيتها عدبه عدبه. بس ربك بقى لما يستر العبد، اصل ربنا كريم كريم. ان يبقى عندي برطمان سكر بودره شايلالي الازمات، ما بيطلعش غير في الظروف اللي زي دي. انتوا عارفين كيلو السكر بكام؟ وكمان السكر البودره. بجيب بقى السكر البودره ده، بجيب كده كيلو كيس بيفضل عندي، بحتاج بصوا بيجيله عوزه، بيجيله زي النهارده. تجيبي فطيره عشان بالسكر حلوه، تحلي بيها بالليل مراره ايامك، تلاقيها كده لا سكر ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. قومي تعملي ايه بقى؟ يبقى عندك البرطمان الجميل بتاعك ده. تعالوا بقى اما نرش عليها رشه جريئه. يلا بينا. ايوه يا بنتي يا هند، ايوه يمو يسر. الله الله. البت هندي دي تشتغل فطاطريه؟ لا بجد، اشتغلي فطاطريه يا بنتي يا هند. ولا الحوجه لاي حد بتاع فطير. انتوا هتضحكوا علينا، هتضحكوا علينا بقى يا راجل. تاخد مني حق فطيره بالسكر تديها لي صدقك مني السكر غالي يعني، تضحك عليا؟ بس ربك ما بينساش العبد ابدا. اللي نيته صافيه ربنا ما بينساهوش. وسترني برضو، وهاكلها برضو بسكر في عند الفطاطري. بس نروح بقى نحلي حلاوه الايام، نحليها زياده. بصوا بصوا الجمال والحلاوه. طبعا ما نسيتش شويه سكر صغيرين، لان محمد عندي بيحب الحاجه مسكره قوي، ويسر طالعه زيه بتحب الحاجه مسكره جدا جدا. فانا حطيت لهم شويه سكر صغيرين اهمت على جنب. حبوا يزودوا يزودوا، ما حبوش واكتفوا بالقدر اللي انا حطاه زي الفل. وانا والله مكتره، انا مش يعني بصوا انا مكتره قوي السكر فيها يعني زي الفل. يا سلام بقى لو عندك رشه مكسرات عليها كده، بس بصراحه في التلاجة وانا مش قادره اروح اجيب. وبيني وبينكم يسر ما ينفعش تاكل مكسرات عشان ما تشرقش، فاحنا هنكتفي بالسكر. ويا سلام بقى لو في شويه عسل وطحينه، بس لا كفايه سكريات عشان الدايت يا جماعه، برضه احنا عاملين دايت فلازم نراعي الموضوع ده. بس كده روح اكل بقى قبل ما تبرد. كفايه رغي. يلا باي باي.